النهاردة رجعنا لكم بحلقة جديدة من حلقاتنا في سلسلة علاقات. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هتكلم معاكم عن الشخصية التوكسيك او الشخصية السامة اللي هي بتكون سبب في انتهاء العلاقة او في ان العلاقة تبقى ماشية بشكل مش طبيعي. الشخص التوكسيك غالبا اللي الناس مش فاهماه ومتخيلين ان هو بيبقى شايف نفسه شيطان. لا، هو الشخصية التوكسيك بتتقسم لثلاث اقسام. اولا مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش شايف نفسه توكسيك او هي مش شايفة نفسها توكسيك. الشخص ده بيبقى شايف نفسه بيعمل الصح اللي هو ايه؟ الصح اللي هو من وجهة نظره. والشخص ده دائما بيحاول يقتل ضميره. يقتل ضميره بإيه؟ يقتل ضميره بإن هو يقنع نفسه إن هو ما بيعملش حاجة غلط. بمعنى إن هو يدخل علاقة مع حد وبعد فترة بيبتدي يمل ويزهق من العلاقة، مع إن هو اللي كان مستموت وهيستقتل علشان العلاقة دي تكمل. أول ما العلاقة بتبتدي تاخد مسارها الطبيعي ويحس إن هو يتملك الشخص اللي قدامه، بيحصل حاجة من الاتنين: يا هو بيزهق ويبتدي يعمل زوم قوي على العيوب بتاعة الشخص اللي قدامه، يا بيظهر في حياته شخص جديد وبرضه بيحاول يعمل زوم على عيوب الشخص اللي قدامه. ليه في الحالتين بيعمل زوم؟ لأنه هو عايز يقنع نفسه إن الشخص اللي قدامه هو السبب في انتهاء العلاقة. علشان كده بقول لكم هو شايف نفسه إن هو شخص مش توكسيك. أنا بنهي العلاقة علشان انتي بتكذبي، علشان انتي بتخرجي، علشان انتي بتنزلي من غير ما تقوليلي، علشان انتي بتشكي فيا، رغم ان هو مصدر للشك. تصرفاته كلها مصدر للشك. ولما بينهي العلاقة بيقعد مع كل حد بيقابله وبيقول له ان انا نهيت العلاقة بسبب الطرف التاني، وان الطرف التاني هو كان السبب في انتهاء العلاقة. السبب ليه؟ لانه في عيب كذا وكذا وكذا، فانا نهيت العلاقة عشان كده. لكن الحقيقة اللي هو مش قادر يواجه نفسه بيها ان هو ما نهاش العلاقة عشان عيوب الطرف التاني. لان احنا لما بنحب ما بنشوفش عيوب اللي قدامنا اصلا، الا اذا كانت عيوب لا تغتفر. انا بتكلم في الحالات العادية. كل الحكاية ان انت زهقت ومليت وانت بتحب تتنقل من علاقة للتانية، شخص ملول بطبعك، وعشان تقنع نفسك وتموت ضميرك وتحس ان انت ما اخطأتش في حق اللي قدامك، فبتقنع نفسك ان انت كنت صح وعملت الصح. او ان هو بيجيب العيب على الظروف. انا كان نفسي اتجوزك بس اهلي مش موافقين، اصل مادياتي ما تسمحش، اصل اي عذر علشان طول الوقت يقول لنفسه انا مش شخص وحش، انا مش شخص سيء، انا كنت عايزة اكمل بس الظروف هي اللي حكمت. والله ما هي الظروف، هو شخص مش قادر ياخد قرار بالتكملة ومش بيحب الشخص اللي قدامه، بيقرر الانفصال في الوقت اللي هو عايزه. ولما تيجي تقولي له انت ظلمتني يقولك لا انا ما ظلمتكيش او انا ما ظلمتكش، عشان الحيادية ومحدش يقول بتكلم بصيغة الانثى ان الراجل دايما هو اللي توكسيك. لا، في ستات كمان توكسيك جدا جدا جدا، في بنات توكسيك جدا، ولكن الأغلبية العظمى في العلاقات السامة بتيجي من الراجل. يعني دايما الراجل هو اللي بيحب يتنقل من علاقة للتانية، بيشوف واحدة جديدة فينسى القديمة، فيقنع نفسه ان فترة الارتباط معمولة علشان نفهم بعض وانا مرتحتش معاها. لا، انت مش مرتحتش معاها، ولا هي انسانة سيئة، ولا انت اديت لنفسك فرصة انك انت تكمل اصلا في العلاقة. انت في ثانية نقلت للعلاقة الجديدة، انبهرت بالعلاقة الجديدة وبتحاول تقنع نفسك انك ما عملتش حاجة غلط. ده نوع من التوكسيك. النوع التاني النوع التاني اللي هو بيقلب الترابيزة. بمعنى هو يبعد ويديكي مساحة ان انتي تشكي فيه ان هو اتغير، ولما تبتدي انتي تتخانقي يقولك انتي بتنكدي عليا،
انتي خليتي ايامي مش عارف ايه، انا ما عدتش عارف اعيش، انتي انسانة شكاكة، انتي لا تحتملي. فيقلب الترابيزة ويخليكي تحسي في نهاية العلاقة ان انتي اللي كنتي السبب في انتهاء العلاقة دي، مع ان هي استراتيجية هو حاططها وماشي بيها في كل علاقاته، خطة ممنهجة، بس بيقنع نفسه ان هو انتي السبب، يعني عايز النهاية تيجي منك. وده أسوأ انواع الناس، بيقلب الترابيزة علشان اللي قدامه يحس ان هو السبب في انتهاء العلاقة. ولما العلاقة بتنتهي بيبقى سايب الباب موارب. ليه؟ لان انت اللي نهيتي بسبب تصرفاتك، فلما يرجع تاني ويزهق من العلاقة اللي هو فيها الجديدة يبقى عنده فرصة للرجوع. ده مش ناوي يقطع للأبد، ده عايز يروح ويرجع يروح ويرجع، وده نوع سيء جدا من الشخصيات، وعايز كل مرة يجيب عليكي انتي الغلط عشان لما يرجع يبقى له خط للرجعة، ويقدر يرجع على أساس ان انتي اللي كنتي السبب في انتهاء العلاقة. ودايما معظم الشخصيات التوكسيك بيعيشوا دور الضحية. لو اتكلمتي مع إنسان مش سوي أو سام في العلاقات ما بيبقاش شايف نفسه سام، بيبقى شايف نفسه بيعمل الصح والأنسب، وبيبقاش شايف نفسه ظالم، لأن الظلم بالنسبة له هو أنه يأكل مال اليتيم مثلا، أو أنه يقتل حد. لكن أنه يظلم واحدة بنت ارتبطت بيه ورسمت أملها عليه، ده من وجهة نظر سيادته مش ظلم. أنا عملت الصح، هي مش نهاية العالم، تقدر تقابل إنسان غيري تبتدي حياتها معاه، وكذلك البنت اللي بتسيب واحد يبتدي حياته مع واحدة تانية، يشوف واحدة غيري. الشخص ده بيقنع نفسه إن ده مش ظلم وإن هو ما عملش حاجة. ولكن اللعب بمشاعر البشر وإنك تجننهم وتخليهم يخرجوا عن صمتهم ويعملوا تصرفات غير بسبب ضغطك على أعصابهم، يعني يا ريت اللعب بالمشاعر كانت تبقى جريمة يعاقب عليها القانون. فلو انت هتحاسبي حد توكسيك وتقولي له انت غلطان، صدقيني انت بتضيعي وقتك في الفاضي. هو مش شايف نفسه غلطان، واللي انسحب من العلاقة في الوقت ده هو أحسن حل. استنوني الحلقة الجاية وسلسلة علاقات.